صباح الخير. يعني ايه الشركه المفترض ان هي تكون في ظهر الموظف بتاعها؟ خلوني الاول احكي لكم موقفين حصلوا لي انا شخصيا زمان. هحكيهم ونبتدي نتناقش مع بعض واوضح وجهه نظري. طيب، الموقف الاول، انا كنت مدير مشروع في احد المشاريع المهمه. المشروع حساس. المقاول العام كان مقاول عام قوي. مدير المشروع بتاع المقاول العام كان قوي جدا، كان مرعب. المهم كنا احنا بنحضر اجتماع اسبوعي في الموقع كل يوم حد الصبح. كان بيبقى ترابيزه الاجتماع عليها كل المقاولين اللي شغالين في الموقع، حوالي مثلا ممكن تقول حوالي 20 او 25 مقاول ممثل شركات مختلفه قاعدين في الموقع، وانا طبعا كنت بحضر ممثل عن شركتي كمدير مشروع في الحته بتاعتي. المهم في احد الاجتماعات الاسبوعيه والاجواء ملتهبه جدا والاعصاب كلها متوتره. احنا كان عندنا تاخير، احنا كشركتنا كان في تاخير، وكان تاخير لاسباب. المهم لما جه دوري في الاجتماع وبدات اتكلم عن المشاكل، مدير المشروع ده مش عايز يسمعني. وكل ما اتكلم ان في مشاكل كذا كذا وعايزين نحلها، وفي مشاكل متعلقه بينا، وفي مشاكل متعلقه بالكلاينت بتاعنا وبالاعتمادات ان هي بتتاخر، مش الراجل مش عايز يسمع، بدا يزعق. بدأ العصبية تبان جدا. فأنا المهم أنا لقيت إن الكلام دوت بيحصل. قلت له بصراحة الطريقة دي مش مقبولة، وأنا مش قادر أتناقش معاك. المهم الراجل بدأ يزعق أكتر. قلت له بصراحة أنا مش هقدر أكمل الاجتماع. قال لي اتفضل، يعني ما معناه إن هو طردني يعني. قلت له شكرا وخرجت. طبعا كل الناس اللي كانت قاعدة مذهولة جدا من اللي بيحصل، لأن في الغالب الناس الشركات التانية ما كانتش بتناقش. لما بيحصل فيه مشاكل كانوا بيسكتوا، بيزعق شوية وبتاع بيسكتوا. المهم أنا رحت للشركة، حكيت للمدير بتاعي. رد الفعل، ودي النقطة المهمة ركزوا فيها، رد الفعل إن هو بعت جواب رسمي. أولا اعترف إن إحنا عندنا مشكلة، واعترف إن في تأخير، ووضح أسباب التأخير، وبرضه حط بعض الحلول علشان نتلافى التأخير دوت. وفي اخر الجواب قال ان اللي حصل في الاجتماع الفلاني مع ممثلنا الفلاني كذا كذا، ده غير مقبول، واحنا عايزين نكمل المشروع وعايزين تعاون منكم، بس احنا مش هنقبل تجاوزات تانية. الموضوع تم هندلته بطريقه بروفيشنال. المشروع كمل طبعا، وانا برضو رحت تاني الاجتماعات عادي وكملت عادي. ويمكن الراجل اساسا ما افتكرنيش، لان هو الراجل بيتعامل مع كم، اللي هو مدير المشروع بتاع المقاول العام، بيتعامل مع كم رهيب من المقاولين. بس الموضوع تم تجاوزه بطريقه بروفيشنال. الموقف الثاني برضو كانت شركه من الشركات، شركه اجنبيه غير ناطقه بالانجليزيه، مش هقول جنسيه الشركه ديت. المهم آه، في ايميل من الايميلات اتبعت بطريقه غلط. هو تقريبا كان ايميل انترنال ما بينهم، ما بين الشركه الثانيه ديت، وكان مكتوب بلغه مش بالانجليزي طبعا ولا بالعربي. فانا الفضول، كان عندي فضول ان انا اعرف هم كاتبين ايه. فانا ترجمته لقيت ان هم شتيمه فيا وشتيمه في الشركه، حاجات كده. كان في خلافات في بدايه المشروع يعني. فانا ما ردتش طبعا على الميل. انا حسيت ان انا ما ينفعش ان انا ما اردش او ما ارد، يعني ما ينفعش ان انا ارد على الميل. بس رحت بلغت مديري، ومديري بدوره بلغ السي او بتاع الشركه، لان كان في علاقه ما بين السي او بتاع الشركه ومدير هناك كبير في الشركه الثانيه. الموضوع حصل، تم هندلته بطريقه مش فورمال. في سماعه تليفون اترفعت على الناس، قالوا يا جماعه التجاوز ده مش غير مقبول تماما، واحنا هنعتبر ان احنا ما شفناش الايميل دوت. بس ما ينفعش باي حال من الاحوال ان يكون في شتيمه بالمنظر دوت. احنا لسه في بدايه المشروع، في خلافات هتتحل. فالموضوع برضو تم هندلته بطريقه بروفيشنال. والمشروع على فكره كمل، وبعد ما المشروع ده خلص خدنا مشروع تاني وتالت مع العميل، لان المشروع كان ناجح يعني. المهم دي النقطتين المهمين اللي انا عايز اشير ليهم. ان انت بحكم شغلك ممكن تتعرض في بعض الحالات لتجاوزات من العميل، من استشاري المشروع، من المقاول، من مقاولين تاني في الموقع. فالمفترض ان حضرتك رد فعلك انت كموظف في الحاله دي ان هو يكون بروفيشنال، في مرجعيه ليك في المكتب، في مديرك هناك، تروح تقول له حصل كذا 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 عشان هو يهندل الموضوع بطريقه كويسه. وطبعا الشركه بتاعتك لازم تبقى في ظهرك، لازم تديك سبورت.
الشركه لازم تكون مهتمه بالايمج بتاعت الموظف بتاعها، لان هو ممثل ليها في الموقع. فالايمج بتاع الموظف مطلوب. لازم الشركه تكون مهتمه بسلامه وامن الموظف، وتكون مهتمه بمصلحه الموظف بتاعها، ده ممثل ليها في الموقع ويهمها ان هي تحافظ عليه. لازم المواضيع اللي زي دي تتهندل بطريقه بروفيشنال. وانا اشك ان الشركات المقاولات مثلا ان هي بتدي تريننج للناس على ان هي ازاي تتعامل في المواقف اللي زي دي. انا متخيل ان في بعض الشركات والمؤسسات اللي هي بتتعامل مع الجمهور بشكل مباشر يومي، مثلا بنك من البنوك، الشركات اللي بتتعامل في البيئه التجزئه، بيبقى في احتكاك ما بين الجمهور يومي، بيدوا تريننج للناس اللي بتحتاج ازاي لو حصل تجاوزات ممكن يعملوا ايه. انما شركات المقاولات اشك، ما شفتش انا الكلام دوت. انما هو الموضوع مش معقد، ده هو مجرد بس شويه بروسيديرز بسيطه جدا. حصل تجاوز، ما تردش بالتجاوز بتجاوز تاني، لان ممكن موظف يجود من عنده، ياخد الموضوع بشكل شخصي، يبتدي مثلا يشتم يعمل فيضيع الحق. فلازم حضرتك لما يحصل دوت تتعامل بطريقه بروفيشنال كموظف. تريبورت لحد في المكتب، مديرك. مديرك هو اللي ياخد الاكشن ويقول ان الكلام دوت مش مقبول، يتعامل مع الشركه الثانيه او اللي حصل، الشخص اللي حصل منه التجاوز بطريقه بروفيشنال، يقول يا جماعه الكلام دوت غير مقبول واحنا مش هنقبله، وده ممثل لينا واحنا. فده بيدي انديكيشن ان الشركه في ظهر الموظف بتاعها، مهتمه بيه، تديله سبورت في المواقف اللي زي ديت. في نفس الوقت برضو النقطه المهمه، لازم الشركات تدي تريننج للناس علشان الموظفين ما يجودوش من عندهم، لان في ردود الفعل ممكن تختلف من موظف لموظف. احسن حاجه ان انت تعمل شويه بروسيدرز بسيطه جدا ومبسطه جدا، بحيث ان انت حق الموظف وحق الشركه ما يضيعش في المواقف اللي زي دي. دول نقطتين مهمين، وده اللي انا كنت عايز اقوله. صباحكم جميل، السلام عليكم.